السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة أولى إعدادي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الدرس الثاني، عصر بناة الأهرامات الدولة القديمة. هنتكلم إن شاء الله عن الدرس بشكل مبسط وهنأكد على الأسئلة المهمة، ويلا بينا. شملت الدولة القديمة الأسرات من الأسرة الثالثة إلى الأسرة السادسة، وزي ما حضرتك عرفت في درس وحدة شعب إن العصر العتيق بيشمل الأسرة الأولى والثانية. ركز في الأسرات عشان صح وغلط. الدولة القديمة من الأسرة الثالثة إلى الأسرة السادسة. طيب بنقول على عصر الدولة القديمة عصر بناة الأهرامات. بكل بساطة هنقول الإجابة كده بسبب كثرة بناء الأهرامات في هذا العصر. اهتم ملوك الدولة دي ببناء الأهرامات. تميزت هذه الأهرامات بأنها ضخمة وتمتد من الجيزة شمالا حتى الفيوم جنوبا، يبقى شمالا الجيزة والفيوم جنوبا. طيب إيه سبب تشييد المصريين القدماء للأهرامات؟ بنقول في الإجابة كده بسبب اعتقادهم في البعث والخلود. رقم 2 لتكون مقابر لدفن الموتى. ويعني ايه بقى اعتقادهم في البعث والخلود؟ المصريين القدماء زينا احنا كده دلوقتي عارفين ان بعد الموت هيبقى فيه حياة اخرى وهترجع لنا الروح وهنحيا مرة اخرى، فده اللي احنا بنسميه البعث، وهنعرف الكلام ده برضك في درس اسمه الحياة الدينية. طيب بالنسبة للخلود ان مش هيبقى فيه موت بعد كده، ده بنسميه حياة ابدية، فعشان كده بنوا الاهرامات نتيجة لاعتقادهم في البعث والخلود ولتكون مقابر لدفن الموتى. طبعا الاهرامات دي كانت عبارة عن مقابر كان بيتم وضع فيها الجثث بعد تحنيطها، ونفهم التحنيط برضه في درس الحياة الدينية، بالإضافة لوضع الطعام والشراب والأساس الذي كان يستخدمه الميت أثناء حياته. كل حاجة كانت تخص الميت أثناء حياته من لبس وغيره كان بيتم وضعه مع جثمان الميت. بالنسبة لأشهر ملوك الدولة القديمة عندي زوسر، سليفرو، خوفو، وخفرع، منقورع، وأسر كاف. كلها هنتعرف على كل واحد فيهم في اللي جاي. بالنسبة لأول ملك عندي اللي هو الملك زوسر، ده مؤسس الأسرة الثالثة. أهم أعماله إن هو شيد الهرم المدرج بسقارة، ويعد الملك زوسر أول من غير في أسلوب العمارة للمقابر الملكية. دي كده ممكن تيجي بشكل سؤال بما تفسر أو دلل، هتكون إجابة واحدة، حيث تحولت المقبرة في عهده من مصلبة واحدة إلى هرم مدرج يتكون من 6 مصاطب فوق بعضها. عند ملوك الأسرة الأولى والثانية كان المقبرة عبارة عن حجرة يعلوها مصطبة واحدة، لكن في عهد الملك زوسر ما بقتش مصطبة واحدة، بقت عبارة عن 6 مصاطب فوق بعضها، فدت شكل كده عندنا اللي هو الهرم المدرج. واللي يرجع ليه الفضل في بناء الهرم المدرج الوزير إيموحتب. ونركز في حاجة بقى، يقول لنا كده في من هو صاحب الهرم المدرج، هنقول له الملك زوسر. طب يرجع له الفضل في بناء الهرم المدرج، هنقول هنا الإجابة إيه؟ إيموحتب. يعني صاحب الهرم نفسه زوسر. طب اللي كان ليه دور كبير قوي إن الهرم ده يتعمل اللي هو إيموحتب. عند الملك اللي بعد كده الملك سنفرو، ده مؤسس الأسرة الرابعة، حكم مصر 24 عام. طبعا الملك ده كان بيحبه المصريين وأطلقوا عليه الملك المحسن المحبوب، لأن البلاد تميزت في عهده بالعدالة والاستقرار. يبقى تاني كده أطلق المصريون على الملك سنفرو الملك المحسن المحبوب لأن البلاد تميزت في عهده بالعدالة والاستقرار. نخلي بالنا من لقبه عشان سؤال من هو. يقول الملك المحسن المحبوب، أو أطلق عليه المصريين الملك المحسن المحبوب، هنقول له الملك سنفرو. طيب أهم أعماله إن ده شيد هرمين في دهشور، أرسل أسطول لبلاد فينيقيا، وفينيقيا دي حاليا دولتين اللي هي سوريا ولبنان. وطبعا أرسل ليهم أسطول لجلب خشب الأرض لبناء السفن. أمن حدود مصر الجنوبية والشرقية، واهتم باستخراج النحاس والفيروز من سيناء. طبعا النحاس معدن من المعادن، والفيروز ده عبارة عن أحجار كريمة كده كان بيستخدم في صناعة الحلي، تستخدم في التزيين بقى، يعملوا منها عقود وحاجات كده للزينة. بالنسبة للملك اللي بعد كده الملك خوفو، هو ابن الملك سنفرو. من أهم أعماله إن هو بنى الهرم الأكبر، ويعد خوفو أحد أشهر ملوك الأسرة الرابعة بسبب بنائه للهرم الأكبر. لما يجي يسألنا كده إيه سبب شهرة الملك خوفو ده، نقول بسبب بنائه للهرم الأكبر. ويعد الهرم الأكبر إحدى عجائب الدنيا التي ما زالت خالدة حتى الآن. ده برضه سؤال ممكن يجي لي كده بما تفسر، نقول لأنه تميز بضخامة حجمه وبراعة هندسته. عند الملك اللي بعد كده الملك خفرع ابن الملك خوفو، أهم أعماله أنه شيد الهرم الأوسط، أمر بنحت تمثال أبو الهول. تيجي كتير في الامتحان كده يقول لك أمر بنحت تمثال أبو الهول اللي هو الملك خفرع. عند الملك اللي بعد كده منقورع ابن الملك خفرع، أهم أعماله أنه شيد الهرم الأصغر. خوفو الهرم الأكبر، خفرع الهرم الأوسط، منقورع الهرم الأصغر. طيب بالنسبة للملك منقورع كان عهده أكثر حرية من عهد أبيه وجده، أو بما تفسر ليه عهد الملك منقورع كان أكثر حرية من عهد أبيه وجده، نقول لأن الشعب مارس في عهده شعائره الدينية بحرية. ملك منقورع زي ما عرفنا في اللي فات كده كل قرية لها معبود، كل إقليم ليه معبود، والقصة دي بالإضافة لوجود معبود رئيسي للدولة، فده ساب الناس تمارس شعائرها الدينية، كل إقليم بيعبد المعبود الخاص بيه من غير أي تدخلات أو مشاكل. فعشان كده بنقول
إن عهد منقورع كان أكثر حرية من عهد أبيه اللي هو طبعا خفرع وجده اللي هو خوفو، لأن الشعب مارس في عهده شعائره الدينية بحرية. بالنسبة بقى للأسرة الرابعة اللي أسسها الملك سنفرو زي ما قلنا في اللي فات، سقطت في نهاية الأمر. طيب بما تفسر سقوط الأسرة الرابعة؟ بسبب زيادة نفوذ كهنة الإله رع وتدخلهم في شؤون الحكم. بالنسبة للكهنة بقى، الكهنة دولت اللي هم رجال الدين اللي كانوا موجودين في المعابد. طبعا المعابد دي كان عندهم زمان دار العبادة زي عندنا دلوقتي المساجد أو الكنائس. طبعا الكهنة دولت أو اللي هم رجال الدين دول كان ليهم شأن كبير جدا عند الفرعون وعند الشعب، فهم استغلوا مكانتهم كده وابتدوا ان هم يتدخلوا في شؤون الحكم، حتى تمكن كبيرهم وهنتكلم عنه في اللي جاي اللي هو أسر كاف من إسقاط الأسرة الرابعة. يبقى تاني كده بنقول بما تفسر سقوط الأسرة الرابعة بسبب زيادة نفوذ كهنة الإله رع وتدخلهم في شؤون الحكم. طيب بالنسبة لأسر كاف ده مؤسس الأسر الخمسة، كان كبير كهنة الإله رع بمدينة هليوبلس اللي هي مدينة عين شمس اللي موجودة في القاهرة، تولى حكم مصر وأطلق على نفسه ابن الإله رع. طب أهم أعماله أو أهم أعمال ملوك الأسرة الخمسة عامة إنهم اهتموا بتشييد المسلات الضخمة، تشييد معابد الشمس موجودة في منطقة أبيصير في محافظة الجيزة، ودي كانت معابد مكشوفة. ودي ساعات ممكن تيجي لي كده في سؤال اكتب ما تشير يقول لي كده معابد مكشوفة. اهتم ملوك الأسرة الخمسة بتشييدها في منطقة أبوصير في الجيزة، هنقول له دي معابد الشمس. بالنسبة للدولة القديمة ايه سبب انهيارها أو سقوطها؟ بسبب ضعف الملوك. رقم 2 زيادة نفوذ حكام الأقاليم. 3 تفكك وحدة البلاد. 4 انهيار سلطة الحكومة المركزية. طبعا ضعف الملوك بقى جت الدولة القديمة كده في أواخر عهد الملك اسمه بيبي الثاني، وده آخر ملوك الأسرة السادسة. ابتدى نتيجة لكبر سنه والقصة دي كلها ما بقاش ليه كده زي ما بنقول كلمة أو سلطة، فانهارت سلطة الحكومة المركزية اللي هي الحكومة. حصل بقى فوضى في البلد، واستغل الكلام ده حكام الأقاليم. جم حكام الأقاليم استغلوا ضعف الملك بيبي الثاني وحاولوا إن كل واحد فيهم بقى يستقل بالإقليم بتاعه وياخد خيره ليه، وعايزين يرجعوا البلد كده أيام اللي هي كانت موجودة قبل مينا. فده اللي احنا بنقول عليه في رقم 3 تفكك وحدة البلاد، وده كان من أسباب سقوط الدولة القديمة. فأسباب سقوط الدولة القديمة تاني ضعف الملوك، زيادة نفوذ حكام الأقاليم، تفكك وحدة البلاد، انهيار سلطة الحكومة المركزية. طب انهارت الدولة القديمة زي ما قلنا في أواخر عهد مين؟ في عهد الملك بيبي الثاني، وده كان أحد ملوك الأسرة السادسة، ونتج عن سقوط الأسرة الستة أن انتهى عصر الدولة القديمة. بعد سقوط الدولة القديمة مرت مصر كده في فترة من الضعف بنسميها عصر اضمحلال، وهيقابلنا في اللي جاي عصر اضمحلال الأول اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي، وفي عصر اضمحلال الثاني، وفي الثالث أو العصر المتأخر. طب يعني ايه أصلا عصر اضمحلال؟ تعريفه سهل، بنقول حالة الضعف التي تسود في بعض الدول نتيجة لضعف الملوك. تعريف تاني كده، يعني ايه عصر اضمحلال؟ حالة الضعف التي تسود في بعض الدول نتيجة لضعف الملوك. طب عصر الاضمحلال الأول بيشمل أسرات من السبعة للعشرة، وبعد سقوط الدولة القديمة زي ما قلنا كده تعرضت مصر بقى لهجمات خارجية كان منها هجمات الآسيويين، ونتج عن هذه الهجمات أن قام الآسيويين باحتلال بعض أجزاء من مصر، واستمر هذا الضعف وتدهور البلاد طوال الأسرتين السابعة والثامنة إلى أن ظهرت أسرة قوية في أهناسيا، وأهناسيا دي موجودة محافظة بني سويف. ونتج بقى عن ظهور أهناسيا، وده سؤال كده مهم يقول لك كده ما النتائج مترتبة على ظهور أسرة أهناسيا؟ هنقول قامت بطرد الغزاة اللي هم الآسيويين، وبالتالي إعادة الاستقرار للبلاد، كما أنها قامت بتأسيس الأسرة التاسعة والعاشرة. ولكن لم تستمر أسرة أهناسيا طويلا في الحكم، حيث نجح حكام طيبة في إسقاط الأسرة العاشرة، وبالتالي تم إعادة الوحدة الوطنية للبلاد وبدأ عصر جديد وهو عصر الدولة الوسطى. طبعا بقى ما تستغربش من الحتة دي، أسرة أهناسيا قدرت إن هي ترجع الاستقرار لكن مش للبلد بشكل كامل، وظهرت أسرة كده في طيبة نفس المكان اللي خرج منه مينا قبل كده، تمكنت من التخلص من هذه الأسرة وحكمت مصر بدلها، وحدت البلاد كلها بقى، ما كانش جزء وجزء زي ما موجود كده أيام أهناسيا. عشان كده بنقول أعادة الوحدة الوطنية وبدأ عصر جديد اللي هو عصر الدولة الوسطى. بالنسبة بقى يا شباب لورق الدرس اللي احنا ملخصين بيه زي ما حضرتك شفت كده، اكتب لي في كومنت وأنا هرد على الكومنت الخاص بحضرتك برابط كده تقدر تخش عليه، ما تقلقش من حاجة. الرابط ده هتلاقي فيه التلخيص اللي قدام حضرتك اللي احنا شرحنا بيه، تقدر بقى تذاكر من موبايلك أو تطبعه زي ما انت عايز، مفيش أي مشكلة. بالنسبة بقى يا شباب لسؤال درس النهاردة، ماذا يحدث إذا لم تظهر أسرة قوية في أهناسيا؟ اكتب إجابتك بقى في كومنت، وزي ما قلت في الدروس اللي فاتت كده إن شاء الله اللي إجابته هتكون صح هيكون ليه بوست خاص كده في منتدى القناة، وهيتم ذكر اسمه في الفيديوهات اللي جاية. كده يا شباب أكون خلصت درس النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا. يا ريت يا شباب بقى ما تستخسروش في أخوكوا كده لايك واشتراك، صدقني والله ما هيكلفك حاجة، دوس على اشتراك في القناة، ويا ريت اللايك، ويا ريت يبقى فيه كومنتات عشان الفيديو يظهر
لناس اكتر والكل يستفاد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.